يجي منه لما في دار تونسية من غير كسكسي. اليوم مشينا لدريا، خالي ماشي للعمرة، قلنا نعمل كسكسي متاع عرس، وزيد استغليت الفرصة لقيت غاديكا عمتي بيا عندها أبن كسكسي عرس تنجموا تاكلوه. قلت لها هيا توا علمني كيفاش نعمل الكسكسي، تبعونا. خذيت اللحم علوش، اخترنا طروف هكايا يكونوا من الكتاف ومن الفخاذ خاطر يفوّح بالكدا والكتف طري وباهي في الماكلة، وفوّحناهم بالفلفل زينة وفلفل أكحل وملح، وباش نخلطوا بالكدا وباش يدخل لنا لفاح في اللحم زدنا شوية ماء. الماء هذاكا يخلي لنا الخليط متاع اللحم، خلينا اللفاح معناها يلصق في اللحم بالكدا. خلطناه بالكدا وباش نخليوه على جنب، وباش نجيب مقفول نحط فيه أكثر من شطرة ماء. أنا بالطبيعة باش نحط لكم الكمية متاع طاسة طماطم معناها حُكّة طماطم بالكسكسي. نحن عملنا خاطر بزيت، كيما قُلت لكم جِبت المقفول بالماء وزدت عليه الزيت وباش نخلّيه يغلي بالكدا، بالكدا. ومن بعديكا باش نتعدى نبل الكسكسي متاعي. في الكسكسي حطينا الكسكسي العلا كيف العادة، وباش نحطوه في القصعة اللوح ونحي منه أكل الرند وعواد القرنفل، باش نخلي شوية أعواد قرنفل خاطر يفوحوا الكسكسي. أما من بعد كي باش نخلطوا نحيهم أعواد القرنفل، نبلّوه زاد هذايا نبثبثوه بزيت زيتونة، نبثبثوه بالكدا بالكدا وباش نبلّوه بشوية ماء، مش برشا ماء، باش من بعد كيف يفور ويطيب يشرب لنا المرقة هكا ويجي بنين وفاوح. كي نبلّوه ببرشا ماء من بعد ما يقبلناش برشا الصوص. هذايا راهو كسكسي مفور معناها يستحق تفويرة واحدة، مش كسكسي اللي يتفور على مرتين. ودوب ما يغلي المقفول اللي حطينا فيه الماء والزيت باش نبداو نحطوا فيه أكل اللحم اللي فوحناه من الأول، ومن بعديكا نعاودوا نستناوه حتى لين يغلي مرة أخرى. شوفوا حتى الصوص اللي قعدت لي من اللحم الكل صبيتها فوق والبنة الكل راهي غاديكا. نخليه يغلي ومن بعد أنا بدلت هوني المقفول خاطر الآخر حسيته صغير، ومن بعد باش نزيد عليه البصل، وأول ما يغلي مرة أخرى باش نزيدوا عليه كمية الطماطم المعجونة ونخليوه يطيب على روحه في عقله. انتم واللحم متاعكم، احنا اللحم طري ما خليناهش برشا، حكاية سويعة سويعة وربع طاب كل شيء. بعد ما يغلي كيما شفتوا حطيتك الكسكسي في الكسكاس وباش نحطه يفور. لهنا أمي مقفولها مقفول تقول عليه راهو يسرق، هذاك علاش عملنا له قفيلة. قفيلة هي طرف قماش كيما تشوفوا نسكروا بيه المقفول. أنا هوني ما نعرفش أول مرة نعمله، حطيتك القفيلة شايحة، يا أخي قالت لي لا لازمك تبلها بالماء ومن بعد عطيناها هي تعملها خاطر الحقيقة أنا ما عرفتش نعملها. وتوا تقول لكم هي كيفاش النصائح متاعها على خاطر المقفول متاعها يسرق. هاي وشنيا هالتقميطة هي؟ فيك القفيلة إمم. ما كانش يطلع طرف في البخار ها؟ ما يفورش. وشوفوا ما شاء الله الكسكسي نقبته خاطر كمية كبيرة كيما قلت لكم فور بالكدا في الاخر بالكل باش نزيدوا مغرفة فلفل أكحل. وباش نتعدى نغسل الزبيب ونقلي اللوز. الزبيب غسلته بالكدا ومن بعد صفيته وباش نقليه شوية هو واللوز. اللوز راني ما صورتوش نسيته أما عادي، اللوز أبيض قليته شوية في الزيت هكا قعدت نحمر فيه. سي توا الكسكسي متاعنا فور واللحم طاب نحينا كل قفيلة وباش نبداو توا. بالنسبة توا تفكّرت الحُمص. الحُمص راني خليته يطيب وحده من الأول، وبعد كي طاب كعبة الحُمص طابت بالكدا، زدت عليها 2 لوش من المرقة باش تغلي فيهم يقعد لنا مطعم الحُمص بالمرقة. الكسكسي متاعي شوفوا ما شاء الله كعبة، كعبة، باش نهز هاك الزيت اللي يطلع فوق المرقة متاعي في المقفول، وهو اللي باش نبثبث بيه الكسكسي. نخلّط بيه الكسكسي بالكدا، بالكدا. راهو سر بنة الكسكسي اللي تاكلوه هكا في العروسات وبنين، هو les astuces اللي قاعدة نعطي فيكم توا. ومن بعديكا باش نحطّك الصوص متاعي. أنتم والكمية بالطبيعة تحبوه شايح، تحبوه مبلول أكثر، إحنا نحبّوا الكسكسي يكون هكا شايح شوية، ما نحبوهش مزرزق. وخلّطت الكسكسي متاعي بالمرقة بشوية، بشوية قعدت نتبّع كيما قُلت لكم خاطر كمية كبيرة. نزيد كل مرّة شوية مرقة ونخلّط حتى نتحصل على الكسكسي كيفاش نحبّه أنا. وغطيته بمنديلة باش يشرب بالكدا، خاطر راهو لازمو يرتاح الكسكسي بعد ما تخلطوه. غطيوه بمنديلة ولا بحاجة هكا كبيرة، خلّيوه حكاية تدريج راهو. وتوا تنجموا تذوقوا الملح، كان ناقص ملح تنجموا تزيدوا وهو سخون. سينون كل شيء حاضر على جنب، الحمص، الزبيب، اللوز، الفلفل المقلي. باش نزينوا القصعة متاعنا حطيت اللحم والزبيب كيما قلت لكم وحطيت اللوز. وباش نخلط الحمص ونزينها بقرينات فلفل. عملنا فلفل احمر وفلفل اخضر. نودكم ولا نشهيكم على قد ما نحكي لكم الكسكسي جا بنين بالحق جربوه
وتفكروني ماكمش باش تندموا جملة باش يعجبكم على الآخر، ريحته فاوحة تهبل، مطعمه فوق الوصف، بالحق كسكسينة وحده. وفي الآخر نقول ربي يديمها نعمة، وإن شاء الله كل عام حيين بخير.